واحد من أهم الموانئ في إفريقيا على وشك يشهد تغييراً جذري. مشروع ضخم باستثمار هائل يعد بإعادة رسم خريطة ميناء الدار البيضاء بالكامل. خلونا نكتشف كيف راح يتم هذا التحول الكبير. 5 مليارات درهم. نعم، هذا هو الرقم اللي بنتكلم عنه. استثمار ضخم جدا، وهو المحرك الأساسي لكل شيء راح نشوفه اليوم. طيب، السؤال اللي يطرح نفسه، كيف هذا المبلغ الضخم راح يغير شكل الميناء والمدينة كلها؟ هيا بنا ندخل في التفاصيل ونحللها. راح نمشي في رحلتنا خطوة بخطوة. راح نبدأ أول شيء بتفاصيل استثمار ال5 مليارات، بعدها نغوص في كيفية إنعاش القطاعات البحرية الأساسية، ونتكلم عن تحديث الخدمات اللوجستية والإدارة، وفي الأخير نختم بنظرة على مستقبل الدار البيضاء الاقتصادي. خلونا نبدأ بالجزء الأول. الموضوع هنا أكبر بكثير من مجرد تحديثات. هذه رؤية ملكية متكاملة، هدفها تحويل ميناء الدار البيضاء ليكون مركزاً عالمي بكل ما للكلمة من معنى. يعني الهدف مش مجرد بناء، الهدف ثلاثي الأبعاد: بنية تحتية أقوى، قطاعات اقتصادية أنشط، والأهم تعزيز مكانة المغرب على الخريطة العالمية. طيب، كيف راح يتم صرف كل هذه الفلوس على أرض الواقع؟ أولاً، راح يتم التركيز على إحياء القطاعات البحرية اللي نسميه الاقتصاد الأزرق، واللي ببساطة هو كل شيء له علاقة بالبحر: صيد، سياحة، وصناعة. وهنا عندنا 3 ركائز أساسية راح نركز عليها: تحديث قطاع الصيد البحري، دفع عجلة سياحة الرحلات البحرية، وأخيراً تطوير صناعة إصلاح السفن. خلونا نبدأ بالصيد اللي أخذ حصة كبيرة من هذا الاستثمار. نتكلم عن حوالي 1.2 مليار درهم. كل هذا مخصص لبناء ميناء صيد جديد ومتطور بالكامل. شوفوا ضخامة التجهيزات. الموضوع مش مجرد أرصفة جديدة، لا، هذه منظومة متكاملة، من سوق السمك عصري ومصانع للثلج لمرافق خاصة بالتسويق، وحتى شيء مهم جدا هو دار البحار عشان راحة الصيادين. يعني نظام بيئي متكامل يدعمهم من الألف إلى الياء. يعني الفكرة أعمق بكثير من مجرد مباني. الهدف الأساسي هو تحسين ظروف عمل الصيادين بشكل جذري، وهذا بالنهاية يضمن منتجات بحرية بجودة أعلى توصل للمستهلك. تمام، نترك الصيد ونتجه لقطاع ثاني رح يشهد نقلة نوعية: السياحة. وكيف؟ عن طريق محطة رحلات بحرية جديدة بمعايير دولية. وعشان نتخيل حجم هذا المشروع، المحطة الجديدة هذه رح تستقبل 450 ألف مسافر كل سنة. رقم ضخم جدا، كفيل أنه يضع الدار البيضاء بقوة على خريطة السياحة البحرية العالمية. الأرقام هذه لحالها تحكي قصة طموح كبيرة. الميناء رح يكون قادر يستقبل أكبر السفن السياحية في العالم، سفن طولها يوصل ل 350 متر. هذا معناه أن الدار البيضاء رح تصير وجهة أساسية، مش مجرد محطة عابرة. والميناء مش بس رح يستقبل ناس وبضائع، لا، رح يكون في كمان ورشة متكاملة لإصلاح السفن، وهذا يضيف بعد صناعي استراتيجي مهم جدا للمشروع كله. طيب، وش الهدف من هذا كله؟ أهداف استراتيجية بعيدة المدى: جذب استثمارات من الخارج، خلق فرص عمل متخصصة، والأهم من كل هذا نقل التكنولوجيا والخبرات للمغرب. تمام، كل هذه المشاريع الرائعة في الصيد والسياحة والصناعة تحتاج محرك فعال يشتغل وراء الكواليس، وهنا يجي دور تحديث الجانب اللوجستي والإداري عشان يكون الميناء أذكى وأكثر كفاءة. وهذا هو جوهر الموضوع كله: الانتقال من عالم البيروقراطية والتأخير والإجراءات المعقدة إلى عالم جديد قائم على السرعة والكفاءة وتبسيط كل شيء. والأداة الأساسية لتحقيق هذا الشيء هي مجمع إداري جديد، تكلفته حوالي 500 مليون درهم. فكرته بسيطة وعبقرية: كل الجهات المسؤولة من الجمارك لإدارة الميناء رح يكونوا في مكان واحد. هذا رح يسرع كل معاملة وكل إجراء. طيب، بعد ما شفنا كل هذه التفاصيل، خلونا نجمع القطع مع بعض ونشوف الصورة الكبيرة. ما هو التأثير الحقيقي لكل هذا على مستقبل الدار البيضاء والمغرب ككل؟ وهنا تتضح الرؤية النهائية بشكل كامل. ميناء الدار البيضاء ما رح يكون مجرد نقطة عبور للبضائع بس، لا، هو يتحول لمركز اقتصادي حيوي ومتكامل يجمع الصيد والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية كلها في مكان واحد. وفي النهاية، الثمار الحقيقية للمشروع تتجاوز حدود الميناء نفسه. نتكلم عن قدرة تنافسية أكبر للمغرب على الساحة العالمية، جذب استثمارات محلية وأجنبية، ودمج أفضل بين الميناء والمدينة، وحتى تخفيف أثر الزحم المروري على المناطق السكنية.
يمكن أفضل تلخيص لطموح هذا المشروع هو هذه الجملة: التحول يهدف لجعل ميناء الدار البيضاء محركاً حقيقياً للتنمية الاقتصادية والتأثير الدولي. وبكذا يبقى السؤال الأكبر مطروح: هل هذا التحديث الضخم رح يكون فعلا منصة الإطلاق اللي تحول الدار البيضاء لمركز بحري عالمي للمستقبل؟ الأيام الجاية هي اللي رح تجاوبنا.